هندسة الجبسون بورد الأول ولا البورسلين؟ الافضل ان احنا نركب البورسلين بتاع حوايط الحمامات الاول، وبعد كده نركب السقف الجبسون بورد علشان نركب شادو جاب نفصل بيه بين العلاقه اللي هي بتاعه البورسلين وبين السقف. لان لو ركبنا الجبسون بورد على البورسلين على طول ممكن يحصل لي تنسيم او شرخ في الفاصل بين الحوايط البورسلين وبين السقف الجبسون بورد، فالشادو جاب ده بيمنع حدوث اي فاصل او اي شرخ بين حوايط البورسلين وبين الجبسون بورد. ده غير ان انا ممكن استفاد منه ان انا اركب فيه ليد بالشكل اللي انت شايفه ده. الليد ده بيكون شكله شيك جدا في الحمام وبيديني اضاءة قوية جدا. يعني احنا ممكن نقفل السبوتات ونشغل الليد بس هنلاقي ان اضاءة الحمام قوية جدا، وفي نفس الوقت شكل الاضاءة شيك جدا. زي ما انتم شايفين كده اضاءة الليد بروفايل اللي راكب في الشادو جاد كافية جدا ان هي تنور الحمام، وفي نفس الوقت بيكون شكلها شيك جدا مع الاضاءة اللي هي بتكون في الرف اللي موجود في الشاور. وممكن برضو الاضاءة اللي موجودة في المراية تديني شكل اضاءة شيك جدا للحمام. علشان كده انا بنصح اي حد ان هو يركب حوايط البورسلين الاول وبعد كده يركب السقف الجبسون بورد. ولو انت مضطر ان انت تركب الجبسون بورد الاول هقول لك تعمل ايه علشان برضو ما يحصلش مشاكل عندك بعد كده.